ازيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة زي ما انت شايف كده تغيير حزمة نسخ البيتا مش البلس. برضو الناس اللي متعرفش يعني ايه بلس. البلس زي اليو زي الاف ام زي الجي بي الكلام ده كله يعني. طيب الزرار بتاعت قطع النت في يعني شغال على نسخ ونسخ لا، فانا ان شاء الله هنزل لك فيديو جديد وتبقى لكل النسخ برضه يعني كل الاصدارات تمام زي الفيديو ده كده بالظبط. طيب وعندك عمل بلاغات للنسخة، وعندك كمان حرق المكالمة وعدم حرق المكالمة. طيب ان شاء الله هرجع بكذا فيديو كده بس يعني بعد الامتحانات. اللايك بتاعتك الجميل والكومنت وقول لي عايز ايه الفيديو الجاي. طيب تدخل الاول على ام تي مانجر وتعمل اكستراكت او استخراج كده للنسخة اللي انت عايز تعمل لها تغير الحزمة بتاعتها. تمام. انا هنا بس بكتب واتساب علشان اسرع البحث شوية. طيب تدخل على النسخة تعملها فيو او معاينة. بعد كده تدخل على الكلاسز. تمام. تدخل على الكلاسز في حاجة كده هبقى اشرحها لك في الاخر. المهم هتدخل تاني على ام تي في اي بي يعني من حاجة تانية او يعني ملف تفتح بيه الاوامر. فاهمني. تاخد اللي هو كوم دوت واتساب بس هتاخدها بعلامة التنصيص. حلو الكلام. حلو. طيب لا نسيت اخدها بعلامة التنصيص. ثواني. كده هتطلع معاك بحث كتير لا انت هتعمل كده علامة تنصيص. تمام انا ضايفها لك في الملف. هتطلع لك دول كده الكمية دي كده. تمام في حدود 80 70 الكلام ده. تعمل لها ريبليس. تطلع فوق كده تدوس على تالت واحدة. تمام. تنزل تحت هنا تكتب اسم الحزمة بتاعتك. تكتب الاول علامة التنصيص. تمام. علامة التنصيص وبعد كده تكتب كوم دوت صدام مثلا اسمك بقى. فاهمني. بعد كده تقفل تاني علامة التنصيص. طيب دي اهم حاجة. تعمل بقى اوكي او استبدال. تمام. اتبدل معاك. اتبدل خلاص. تمام هتعمل ايه. تقوم جاي راجع. تمام تاخد اللي هي كوم اندرويد كونتاكتس. تمام. تبحث عنها جوه علامة تنصيص برضه لو مش عايز تعمل علامة تنصيص. هتتعب يعني شوية. طيب دوس على اول واحدة. يعني مش في اول واحدة اصلا مش في الكونتاكت بيكر اللي هي الملف اللي احنا دخلنا عليه. لا بص اقول لك تعرفها ازاي. شايف الامر اللي احنا بحثنا عليه هيبقى تحتها على طول كوم دوت الاسم بتاعك اللي هو اللي احنا غيرناه. لا هتمسحه وتكتب واتساب بس تكتبه كله سمول يعني كل حروف صغيرة مش كبيرة. تمام. تمام. هنا مفيش. تمام هو واحد بس. تمام. تمام. بعد كده بقى كل اللي جاي ده اندرويد مانيفست يعني مش هيبقى في كراسس. وعلى فكرة كلها حاجات سهلة يعني. ان شاء الله انزل لك يعني الملفات كلها تنفع كذا اصدار يعني في شرح واحد لكذا اصدار. تمام تدخل على الملف الاصفر اللي هو ريسورس تدوس على دي كده تدوس مطورة وتكتب اسمك. تمسح الواتساب تكتب اسمك بس. تمام. تدخل بقى على الاندرويد مانيفست اللي هو ده. بعد كده تعمل هنا تصفية او فلتر. هتاخد اللي هو كوم دوت واتساب دي تبحث عنها بس. كل دول هيبقوا بحث بس. بحث وتغير الاسم اللي هو كوم دوت واتساب. هتفعل اول 3. تمام. آه تكتب مثلا اسمك. بعد كده تاني واحدة تفضل كده بقى لحد ما يخلصوا يعني هما 15 واحدة بس يعني هما مش كتار يعني. تمام كده عملنا التانية. تعمل بقى لا مش هنعمل ريبليس. تدوس كده دوسة واحدة. تمام تكتب اسمك بس. هتفضل بقى شغال كده. بعد كده ناخد التالتة. تمام. نبحث. هتحط اسمك مكان واتساب بس تسيب النقطتين دول في النص بس اتأكد اللي هو اسمك صح يعني لازم تكون اسمك صح. تمام اخد بس دي كده كوبي علشان بكسل اكتب. بعد كده تطلع تاخد رابع واحدة وتقوم جاي مبدلها باسمك كون دوت صدام.
انت مثلا عايز تخليها اسم تاني براحتك. تمام. فانا هسيبك بقى مع الفيديو لحد ما الاسامي دي كده تتغير. طيب بعد ما تخلص هتلاقي الملفات دي كده، لو لقيتها في النسخة بتاعتك. تمام، يعني مش هتظهر في كل النسخ، لا، في نسخ ونسخ. تمام، دول كده ملهمش لازمة، حتى بص كده من جوه ملهمش اي 30 لازمة. فانت هتمسح عادي براحتك، يعني مش عايز تمسح ما تمسحش، بس اتأكد ان انت ما جيتش ناحية الاندرويد مانيفست والكراسيس، بس الملف الاصفر كمان. تمام. بعد كده بقى تعمل انستول، هتلاقي النسخة يعني ما شغالة عادي، لان في ناس مش عارفة لحد دلوقتي تعمل حزمة بيتا لوحدها بره كوم دوت واتساب، يعني فاهمني. تمام، ايه دي النسخة. ندخل عليها نشوف بقى لو في مشاكل نحلها عادي يعني. تمام، اجري انت كونتينيو. تكتب مثلا ثواني، انت بس هتدي الصلاحيات علشان الارقام اللي مش متسجلة، اللي انت مسجلها عندك وانت شايفها اصلا مش متسجلة، هو ده الغلط. تمام، فانت لازم تدي كل نسخة الصلاحية بتاعتها علشان الارقام ما تتسجلش كارقام بس، لا يعني تتسجل كاسماء مش ارقام. تمام. نكتب رقم، ولو ادالنا كود يبقى هو كده شغال، يعني ما فيهاش اي مشاكل عادي يعني. تمام، كده النسخة شغالة ومش هتجيب معاك اي حرق او اي كراش يعني، كده ما فيهاش اي مشاكل. طيب لو حصلت معاك اي مشكلة في اي نسخة تعالى كلمني وانا شتي مفتوح. ماشي، سلام.